في ناس بتقول عليه الستريبس، ولما بنيجي نطلبه في ساندوتش من مطعم بنقول عليه زنجر. وانا وعدتكم ان انا هنزل لكم الوصفه بالتفصيل، ويلا بينا. هعتبر ان دي اول مره بقول لكم الطريقه، ويلا بينا نقول ان دي 3 كيلو من صدور الفراخ جبتها سليمه من عند بتاع الفراخ وغسلتها كويس، ويا ريت لو نصفيها. وعلشان ما نهدرش الصدر ده لازم نقطعه تقطيعه تكون بروفيشنال شويه. انا بحب افصل الجزء بتاع الفليتو ده عن الصدر بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ممكن يتقطع بالسكينه زي ما شفتوا بسهوله جدا، لان بيكون رابط بينه وبين الصدر بتاع الفرخه نسيج خفيف جدا، وممكن يتفصل بالسكينه زي ما انتوا شايفين، وممكن يتفصل بطريقه تانية هوريها لكم دلوقتي. الموضوع مش صعب خالص خالص خالص، واللي جرب اكيد عارف انا بتكلم في ايه. انا كمان هفصله دلوقتي بايديا بكل سهوله. زي ما قلت لكم الجزء بتاع العرق بتاع الصدر ده بيبقى مربوط بنسيج سهل جدا، ممكن نفصله بايدينا حتى زي ما انتوا شايفين كده. طب هو التقطيع مهم قوي كده يفرق في ايه؟ ما كله هيتقطع في الاخر سواء بالطريقه دي او باخرى. لا، الشكل مهم بيفرق، والحجم بتاع الصدور في الستريبس بالذات بيفرق. انا بحب اقطعها يكون فيها لحم، ما تبقاش رفيعه قوي والبريدنج يغطيها وما يبان لهاش طعم لحم في الاخر. بنحاول دايما نراعي حجم قطعه الفراخ يكون مناسب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ولا قليل قوي ولا كبير قوي عشان السوا برده، بس في نفس الوقت يكون في لحم في قطعه الستريبس علشان لما اجي اعمل لها البريدنج سواء في التقليبه الاولى او في التقليبه الثانيه. لما هتشوفوا البريدنج دلوقتي البريدنج ما يطغاش على طعم الفراخ، والاقي نفسي باكل دقيق مش باكل فراخ. لازم اسيب قطعه فراخ احس بطعمها، ما بقاش باكل زي بتاع الشركات ولا بتاع المطاعم اللي بنحس ان احنا بناكل عجينه دقيق مش بناكل فراخ. الستريبس في الطريقه دي بيتعمل له محلول نقع مكون من ورق لورا وحبهان وسكر وملح وبهارات البروست الحار والبارد. انا بحب الحار، لو انتوا مش عايزين تحطوا حار ما تحطوش حار. تحطوا 3 معالق من بهارات البروست البارد او 3 معالق من بهارات البروست الحار، معاها معلقه من البارد، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من البابريكا، كميه من الملح لحد ما تحسوا طعم الميه مملح كويس، معلقه كبيره من السكر، ورق لورا وحبهان وقرنفل، وميه ساقعه. وبنقلب الكلام ده كويس جدا لحد ما السكر والملح يدوبوا تماما، لان ده هيكون محلول نقع وتتبيل. ده فايدته ايه؟ فايدته مبدئيا كده بيكسر الانسجه بتاعه الصدور دي، وبيدخلها في مرحله التتبيل اللي هتقعد فيها في التلاجة ليله كامله، 12 ساعه اقل حاجه عشان نرجع نشتغل فيها لمرحله البريدنج. وفي نفس الوقت بيخلي طعم الصدور بعد كده لما تحط في البريدنج ونيجي ناكلها متبله من جوه زي ما انتم شايفين كده. قلبتها في ميه المحلول النقع دي وبيتها في التتبيله دي لمده 12 ساعه اقل حاجه، وهنشتغل فيها دلوقتي في البريدنج. معرفش اخدتوا بالكم ولا لا، انا قطعتها تقطيعتين تقطيعه ستريبس وتقطيعه مكعبات كده علشان هنعملها على شكل الفرايد تشيكن الصغير او اسمها بيسموها تشيكن بوبس. للبريدنج هحتاج كيلو من الدقيق، ويستحسن نقوا نوع دقيق يكون حلو، ممكن يكون بتاع كيك مثلا. هنحط عليه معلقتين كبار من النشا، نص معلقه من البيكنج باودر، ونفس فكره البهارات اللي حطيناها في محلول النقع 3 معالق من بهارات البروست سواء حار او بارد. انا بحب امكس ما بين الاثنين، حطيت 2 حار وواحده بارد، ومعلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من البابريكا المدخنه وملح. وهنقلب الخليط ده كويس جدا، وهننزل فيه بصدور الفراخ او بالستريبس، وهنبتدي بصوابعنا كده نقلب من تحت لفوق مش اقل من 15 عده للصدور دي، ونرجع بعدها ننقلهم في ميه محلول النقع دي. ولازم تكون ساقعه جدا، ما ينفعش تكون سخنت ولا بدرجه حراره المطبخ. لو سخنت ودرجه حراره المطبخ عشان الدنيا زيت حطي فيها مكعبات تلج، ونرجع نرجعها تاني للدقيق ونقلب تاني مش اقل من 15 عده لحد ما تديكي التجزيعات نفس شكل الستريبس بتاع الاكياس الجاهزه اللي احنا بنجيبه من بره ده. الطريقه دي يا جماعه مش طريقه ان احنا نشيله دلوقتي في الفريزر خالص، لازم بعد الطريقه دي يتقلي نص قليه. ففي الوقت اللي انا بعمل فيه التقليب ده انا حاطه حله فيها زيت غزير على النار، وانا بعمل البريدنج دلوقتي بتسخن علشان اول تقليبه هتطلع مني هقليها دلوقتي نص قليه. لازم يكون الزيت غزير بنختبره كده بقطعه واحده على الاقل. لقينا الزيت حامي بنكمل وننزل بباقي القطع، لقينا الزيت بارد زي كده بنستنى شويه لحد ما نتاكد ان الزيت سخن، وبعدين ننزل بباقي القطع بتاعه الستريبس. طب انت يا رضوى بتعملي الكميه كلها وبعدين تنزلي بالصدور؟ لا، انا بشتغل الكميه اللي اطلعها او العده اللي اطلعها بنزل بيها واشتغل في غيرها وهي على النار. ما بتكملش 10 دقايق على النار العده الواحده، ما بنقلبهوش خالص وهو على النار. وهو على النار كده بشتغل في التقليبه اللي بعدها. طب الدقيق فرول مني بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده، بننخله ونستغنى عن النخل بتاعه ده تماما ونزود دقيق. زودت دقيق بزود نفس التوابل اللي انا حطيتها تاني مره تانيه، واي كميه طلعت مني اي عده طلعت مني بنزل بيها في الزيت واقليها واطلعهم على شبكه. ما بنقلبهمش خالص وهو على النار يا جماعه، لازم يطلع على شبكه، ما بيطلعش على مناديل، ما بيطلعش على مصفى عشان ما يعجنش
يتعجنش، ما ينفعش يبقى فوق بعضه، لازم يبقى مفرود كده علشان يصفي الزيت بتاعه كويس جدا. لما الدقيق يوصل للمرحله دي استحاله استحاله من رابع المستحيلات ان احنا نشتغل فيه، لازم نستغنى عنه تماما. انا هنا كان وصل مني للمرحله دي وما كانش عندي دقيق، استغنيت عنه ووقفت شغل في الستريبس تماما، وشلت الكميه اللي كانت فاضله مني لحد ما اقدر اجيب كميه تانية. لما صفى الزيت بتاعه تقريبا كان عدى عليه ساعه بيصفي كده على الشبك، نقلته بايدي بالراحه جدا على ورق زبده زي ما انتم شايفين كده، وهندخله الفريزر. لو درجه حراره الفريزر عندك قويه وبتبرد الحاجه بسرعه، هياخد من ساعه لساعتين لثلاثه مثلا ويتجمد، وساعتها تقدري تحفظيه في اكياس ثلاجه. هنا انا كنت بعت وجبت دقيق ورجعت اكمل باقي الكميه اللي كانت فاضله مني، ورجعت خلصتها وصفيتها برضو على مصفى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ما شاء الله ال3 كيلو صدور رموا كميه كبيره جدا جدا من الستريبس. الطريقه دي طريقه واحده من ضمن طرق كتير جدا للستريبس. الستريبس ليه مش اقل من 6 أو 7 أو 8 وصفات كلهم مختلفين، في طريقه كريسبي، في طريقه تانية، في طريقه تالتة، دي طريقه واحده من ضمنهم. لو حابين ان شاء الله ابقى انزل لكم وصفات تانية، وصفات ممكن تستخدموه في ساعتها مش لازم تشيلوه. دي طريقه النص قليه زي بتاع الشركات كده اللي نقدر نحتفظ بيه لشهور في الفريزر. اتمنى فكره الوصفه بالتفصيل تكون عجبتكم، وهستنى رايكم. عايزين وصفه ايه تاني بالتفصيل؟ الصدور المدخنه ولا تتبيلات مختلفه؟